يلا بينا بقى يا حبايبي، واحنا لسه طالعين كده من العيد الكبير وعندنا اللحمه كتيره. نعمل شويه برجر زي العسل، احلى بكتير من اللي احنا بنشتريه من بره. وهقولك ازاي تزودي الكميه او تضاعفيها، وكمان هقولك ازاي ما يفكش منك. بس في البيت حاجه حلوه ومضمونه وكمان طبيعيه. طبعا لان احنا بنخاف على صحه اولادنا، فلازم نعمل لهم الحاجه المضمونه. سيبك بقى من البرجر الجاهز ده كله، وتعالي نشوف هنعمل كميه برجر حلوه جدا ان شاء الله. هياكلوا صوابيحهم وراها، وكمان هيشكروكي جدا لما تعمليها لهم. وكمان هنحمره مع بعضينا ونشوف ازاي ان هو مفكش مننا في الطاسه، ولا فك ولا اتفرفت مننا ولا اي حاجه. البرجرايه سليمه زي ما هي وزي الفل، زي ما انتوا شايفين معانا كده بالظبط. تعالوا بقى كده نسمي الله ونصلي على رسول الله ونشوف هنعمل ايه. انا هجيب معايا كيلو الا ربع من اللحمه المفرومه. بس لازم اللحمه دي يكون فيها نسبه من الدهن، لان الدهن ده هو اللي هيطعم البرجر بتاعنا ويخليه طعمه جميل جدا. وكمان برضه هيعمل عمليه تماسك معانا في البرجر، ما يخليش البرجر يفك معانا واحنا بنسويه. فلازم يكون اللحمه بتاعتنا فيها نسبه من الدهن. بعد كده هجيب معايا 150 جرام من فول الصويا. فول الصويا في ناس بتقول عليه ان هو مضر جدا بالولاد، بس ده ممكن يكون مع كثرته. لكن ان انت هتعمليه مره كل فتره طبعا مش هيضر، لان القليل من الحاجه ما بيضرش حتى لو كان بيضر. فاحنا جبنا معانا 150 جرام من فول الصويا، ونقعناه في شويه ميه سخنين. هنجيب بقى التوابل بتاعتنا الجميله، وكمان انا جبت عليها كيس توابل برجر جاهز، علشان يبقى البرجر بتاعي احلى كمان من المحلات، احلى من اللي احنا بنشتريه جاهز. هنجيب بقى فول الصويا بتاعنا بعد ما نقعناه كده قد ربع ساعة، هناخده نصفيه من المية اللي فيه، وهنجيب الكبة هنضربه في الكبة لوحده وهننعمه كويس جدا. بعد كده هناخده بقى نفضيه في بول او في صينية. وبعد كده هناخد اللحمة بتاعتنا وش. لان احنا عايزين اللحمة تكون ناعمة كويس جدا. طبعا أنا الدهن اللي معايا سليم واللحمة مفرومة، فاخد الدهن بقى واللحمة واروح فرمهم او ضربهم في الكبة ضرب كويس جدا، علشان انا عايزة اللحمة معايا تكون متسمغة، تكون ناعمة جدا لدرجة ان هي متسمغة كده في ايدك. لان هو ده اللي بيحافظ ان البرجر بتاعي يبقى متماسك وما يفكش معايا. لما اجي اقليه او اشويه. يعني في اي حاله هتحبي تسوي فيها البرجر بتاعك يبقى البرجر معاكي متماسك. الخطوه اللي انت تخلي البرجر بتاعك متماسك وما يفكش منك، انك تكوني مسمغه اللحمه كويس جدا، وتعملي الخلطه كلها تبقى معاكي عامله زي العجينه كده، كلها متماسكه ببعضها. ده اللي هيخليها ما تفكش منك لما تيجي تسويه. هناخد بقى اللحمه المفرومه بتاعتنا مع حته الدهن اللي فيها، ونروح ضربينها في الكبه زي ما حضراتكم شايفين كده معانا كده. هنضربها كويس جدا كده وننعمها في الكبه. وطبعا بقى انا بحطها حته حته علشان الكبه ضعيفه شويه، فبحطها حته حته عشان تتفرم معايا كويس جدا. زي ما حضراتكم شايفين اللحمه معانا بالدهن بتاعها بقت عامله زي العجينه معانا كده بالظبط. هنزل بقى دول وافرم بقى برضو باقي اللحمه اللي معايا. هفرمهم برضو شويه شويه، علشان ما زي ما بقول لكم الكبه ضعيفه مش هتستحمل اللحمه كلها. هنفرم بقى شويه اللحمه كده زي ما حضراتكم شايفين، وننزلها بعد كده على الفول الصويا. وطبعا فول الصويا زي ما حضراتكم عارفين في عليه اقاويل كتيره. في ناس بتقول ان هو مضر بالولاد، وفي ناس بتقول لا ان هو مش مضر ولا حاجه. فطبعا احنا الاحتياطي ان احنا ما نشتغلش بيه كتير، يعني ما نعملهوش في اكلات كتيره. ممكن اكله كل فتره كده، على اساس ان هو لا قدر الله وبيضر، يبقى احنا ما كترناش منه. وكل حاجه زي ما فيها ضرر بيبقى فيها نفع، وكل حاجه برضو زي ما بيبقى فيها نفع بيبقى فيها ضرر. فبناخد النفع من الحاجه على قد ما نقدر، وفي نفس الوقت بنبعد عن الضرر. يبقى كل فتره كده بعيده ممكن نعمل بفول الصويا، لحد ما يجيلنا بقى خبر اكيد ان فول الصويا ده غلط جدا على الولاد. يبقى في الحالة دي نمنعه نهائيا بقى، ونمنعه من اي وصفة عندنا. تمام كده. بعد كده بقى فرمنا اللحمة زي ما حضراتكم شايفين معانا كده بتعامله معانا زي حتة العجينة. نزلناها بقى على فول الصويا. بعد كده بقى نجيب بقى التوابل بتاعتنا، اللي هي عبارة عن ملح وفلفل وجنزبيل بودر وتوم بودر وبصل بودر وبابريكا، علشان تدينا برضو اللون الحلو. بعد كده بقى خلطة التوابل الجاهزة دي بجد بتدي طعم تحفة جدا، وبتخلي الريحة هايلة جدا، يعني بتدعم الأكلة معاكي وتخليها جميلة جدا زي بتاعت بره وأحلى كمان. فعلشان كده بقى بنجيبها. وأنا عايزة أقول لكم إن أنا جبتها كمان لكفتة الحاتي، كانت بجد ولا أروع، كانت تحفة جدا. عملت منها كفتة الحاتي اللي هي التوابل الجاهزة بتاعت كفتة الحاتي، عملتها كانت خطيرة. ان شاء الله هنزل لكم كفتة الحاتي باذن الله قريب على طول.
ان شاء الله انا عامله الفيديو، وباذن الله عن قريب هنزله لكم ان شاء الله. بعد كده بقى مسكنا بقى اللحمه معانا زي ما انتم شايفين كده بفول الصويا، وعملتها زي حته العجين. شايفين بعجن فيها ازاي؟ انا بعجنها عجين بجد، بتعجنيها كويس جدا وتخليها مسمغه معاكي خالص زي ما انت شايفه معانا كده. ليه؟ لان التسميغه دي هي برضو اللي هتساعد على ان البرجر معاكي ما يفكش معاكي في اي طريقه حبيتي تعمليه بيها. بيبقى متماسك جدا ان شاء الله لما بتكوني مسمغاه بالشكل ده. وممكن تحطي كمان مع العجينه بتاعتك دي وانت بتفرميها، او مع التوابل وانت بتفرميها، معلقه صغيره من البيكنج باودر، وده هيساعد على ان البرجر بتاعك ما يكشش معاكي. بتبقى برضو فكره حلوه، متخليش البرجر يكش معاكي. وكمان ممكن بدل ما تعجنيها بايدك ممكن تاخديها في الكبه، تاخديها وش او وشين كده في الكبه، تتسمغ معاكي تسميغه كويسه. لكن انا علشان الكبه بتاعتي ضعيفه فحبيت اعجنها على ايدي. لكن لو الكبه شديده وحلوه ممكن تاخديها في الكبه، العجينه كلها كده على بعضيها، وتضربيها في الكبه. بعد كده بقى قطعنا القطع بتاعه البرجر بتاعتنا زي ما انتم شايفين معانا كده بالظبط. انا بقى ما عنديش الآلة بتاعه البرجر اللي احنا بنعمل بيها البرجر، او القالب بتاع البرجر. فهجيب بقى غطا برطمان كده واعمله زي ما انتم شايفين كده. حطيت الاول فيه كيس، وبعد كده هاخد قطعه البرجر احطها فيه، هطلعها بالكيس زي ما حضراتكم شايفين معانا كده بقى. واقطع لكل قطعه كيس على قدها، حته كيس كده على قدها، على اساس ان انا لو حبيت اشيلها في الفريزر يبقى كل واحده في كيس منفصل ومفيش واحده تلزق في التانية. بس طبعا لو حطيناها في الفريزر ما ينفعش نحطها على بعضها كده وهي لسه طريه، لا احنا ممكن نفردها على صينيه وندخلها الفريزر تتجمد، وبعد ما تتجمد نروح واخدينها لمينا كلها على بعضيها كده ونحطها بين كل واحده والتانية طبعا الكيس بتاعها. لكن لو حطيتيها كده وهي لسه طريه طبعا في الفريزر على بعضيها هتعجن في قلب بعضها، وهتبقى كلها عامله زي حته العجينه ولازقه في بعضها. الاحسن ان انت تجمديها واحده واحده كده لوحدها في الصينيه، وبعد كده تاخديهم تلميهم على بعضيهم. وبعد كده بقى تشيليهم في الفريزر وتطلعيهم بقى بالطلب زي ما انت عايزه قطعتين برجر، عايزه 3 قطع، عايزه 4 قطع. طبعا هيبقى براحتك خالص بقى. القطعه تطلعيها هتلاقي القطعه مش لازقه في القطعه التانية خالص، مجرد بس ان انت هتفصلي بين الكيس اللي بينهم. بس كده انا هشيلها طبعا في الفريزر بس بعد ما اجمدها. لكن في الاول طبعا هسوي بقى حاجه قدامكم كده علشان تشوفوا ازاي متماسكه وما بتفكش معانا خالص. وطبعا حضراتكم عارفين ان طبعا في البيت الحاجة انضف بكتير جدا من اللي احنا بنجيبها من بره. من بره طبعا بنجيب الحاجة كلها مواد حافظة، والله اعلم ايه هي المواد اللي موجودة في البرجر نفسه او في اي حاجة تانية مصنعة من بره. وان شاء الله احنا هنا في القناة بتاعتنا هنعمل لكم مصنعات كتيرة باذن الله، بس انتوا انتظرونا وان شاء الله هنزل لكم مصنعات كتيرة. هعمل لكم البلو بيف والبسطرمه، وكل دي فيديوهات انا عاملاها بالفعل. وكمان عامله اكلات العيد كلها ان شاء الله كله منشور على القناه. يعني لو دخلتي خدتي لك لفه في القناه كده هتطلعي ان شاء الله بحاجات جميله جدا ان شاء الله باذن الله، ومعلومات مفيده ان شاء الله هتنفعك. زي ما حضراتكم شايفين بقى انا نزلت البرجر بتاعي على طاسه سخنه وفيها مسحه زيت. انا مسحه الطاسه بس كده مسحه زيت، لان البرجر زي ما حضراتكم عارفين ان هو فيه دهون. انا بدوس على البرجر زي ما انتم شايفين كده علشان قلبه يستوي. لان زي ما حضراتكم شايفين قطعه البرجر معايا بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، القطعه مليانه شويه او القطعه كبيره شويه، فلازم ادوس على قلبها عشان قلبها يكون مستوي معايا. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين ان انت لو جبتي برجر من بره وحطيتيه على الطاسه بالشكل ده هتلاقي البرجر بتاعك هتلاقي كل قطعه كده في ناحيه، هتلاقي كله اتفتفت في قلب الطاسه. لكن البرجر بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين معانا كده متماسك وزي الفل، بعد كمان ما حمرناه. وزي ما قلت لكم على النقط اللي هي بتخلي البرجر بتاعنا متماسك وما يفكش، ان هو ان احنا نسمغه كويس جدا، وانه يكون فيه نسبه كده من الدهن معانا، هي دي اللي بتساعد على ربط البرجر وتخليه ما يفكش معانا. زي ما حضراتكم شايفين البرجر بتاعنا بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، شايفين قلبه تحفه. صحه وعافيه يا رب. لو عجب حضراتكم الفيديو يا ريت تدعمونا باللايك والشير وسبسكرايب للقناه ليصلكم منا كل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.